بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتوا مع البرد كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم هذا الكيك تحليه كيجي من اروع ما يكون. الكيك اسفنجي، الكريمه متماسكه والكريمه د الليمون كتجي منعشه وزوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، ديروا لايك وتعليق محفز وتبارطاجيو القناه مع الناس اللي كتعرفوا، فضلا منكم وليس امرا. نخليكم مع هاد الصور ان شاء الله وندوزو نشوفوا المقادير. بسم الله. عندي في هاد الانيه قبيصه ديال الملحه، جوج بيضات يكونوا غير صغار، كيس ديال الفاني وكيس ديال الخميره من وزن 7 غرام، قشره ديال البرتقاله، 6 المعالق كبار ديال الحليب عبرت بالملقه ديال الاكل، عندي 6 المعالق د السكر سنيده اولا سكر حبيبات، عندي 6 المعالق ديال الزيت، عندي 5 اولا 6 على حسب الدقيق اللي غنستعملو شحال غادي يدخل لينا في الخليط ديالنا. عندي 6 المعالق كبار اولا 5 ديال الدقيق. غادي نشوفوا معايا في التحضير شحال غادي تهز لينا ديال الدقيق. ندوزو نحضروا الكيك ديالنا. عندي في ديك الانيه قبيصه الملحه، غنضيف ليها كيس ديال الفاني، جوج بيضات يكونوا غير صغار اولا وحده كبيره على حسب شنو عندكم. وحده كبيره تكون كافيه، انا ما عنديش كبار درت جوج صغار. المهم غادي نطرب هذا الخليط، غادي نضيف عليه 6 المعالق ديال سكر حبيبات اولا سكر سنيده، وغادي نطرب مزيان الخليط ديالي حتى كيتضاعف وكيولي اللون ديالو ابيض. هانتوما غادي تشوفوا معايا. تقدروا ديروا في الخلاط ديال العصير، كتخلطوا كلشي في مره وكيطلع لكم الخليط ديالكم طالع بحال الا استعملتوا الطراب. هانتوما كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي ولا ابيض ولا طالع وضاعف الحجم ديالو. غادي نضيف الزيت والحليب 6 المعالق من كل حاجه، وغادي نضيف القشره ديال البرتقاله يقدروا اللي تقدروا تستعملوها اولا تستغناو عليها على حسب الاختيار ديالكم. غادي نخلط مزيان هاد العناصر هادو وغادي ندمجهم مزيان، وغادي ندوز ان شاء الله باش نضيف معكم الدقيق. هنا غادي نحبس الطراب الكهربائي وغادي نخدم غير بالطراب اليدوي. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. المعلقه الاولى، المعالق كيكونوا عامرين بومبي، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه، السادسه غتبقى لينا حتى نشوفوا واش نضيفوها او لا. ضفت كيس ديال الخميره كيماويه من وزن 7 غرام، وغادي نحرك الخليط ديالي مزيان مزيان كيف كتشوفوا معايا من التحت للفوق باش الخليط ديالنا ما يهبطش لينا، وكيجينا الكيك اسفنجي وزوين بزاف. كما كتشوفوا دخلت الدقيق ديال المرحله الاولى في الخليط، كنشوف انه باقي خاصني. غادي نضيف واحد المعلقه ما عامراش بزاف كما شفتوا معايا، وغادي نحرك مزيان مزيان حتى كندمج وكندير الخليط ديالي في اللاطه ديال الفرن. تقدروا تستعملوا اي قلب دائري اولا اللاطه اللي مربعه اولا، المهم كيبقى لكم الاختيار نتوما شنو بغيتو. تقدروا ديروا غير في المقله ديال المسمن ودخلوه للفران، ما كيدوزش بزاف ديال الوقت، 10 دقائق حتى 12 دقيقه وكتخرجوه. هنا عندي الكريمه ديال الليمون، عندي 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير ماشي نشا، باش كيعطينا داك اللون الزوين كنديروا الكريم باتيسير. درت 2 معالق كبار، الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا غير النشا. عندي نصف لتر ديال عصير البرتقال، ضفت عليه 2 معالق ديال كريم باتيسير، تقدروا تعوضوه بالنشا. وغادي نضيف السكر حبيبات اولا سكر سنيده على حسب الحموضه ديال الليمون ديالكم. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، الثالثه والرابعه. المهم انا قلت لكم كتضيفوا السكر على حسب الذوق ديالكم. درت 5 المعالق. هاد المعلقه ديال الزبده غنخليها حتى الاخير ملي كيطيب ليا الكريمه ديالي كطيب. غادي نديرها فوق النار مع التحريك المستمر دون توقف باش ما تلصقش ليكم وتولي مكوره عندكم وكتضيع صافي ما كتبقاش صالحه. المهم كتبقاو مقابلينها بالتحرك المستمر حتى كتبدا تقال ودير معكم فقاعات على نار مهيله حتى كتبدا دير فقاعات عفوا. نتوما غادي تشوفوهم معايا، وكتطفيو عليها وكتضيفوا معلقه صغيره ديال الزبده. كما كتشوفوا معايا ملي كتبدا تعقد عندي الكريمه كنضيف معلقه ديال الزبده حتى كنقرب نطفي عليها، وكنبدا نحرك حتى كتذوب ليا ديك الزبده والكريمه كدير عندي فقاعات. هانتوما غتشوفوهم معايا.
ما بغيتش نحرك باش يبانوا لكم الفقاعات. ها هما نتوما. دابا غادي نطفي عليها وغادي نصفيها ونغطي الكريمه ديالي بالبلاستيك الغذائي متلامس مع الوجه د الكريمه بهذا الشكل هذا باش ما ديرش ليا ديك القشره. وغادي نخليها جانبا غير في الكوزينه حتى كتبرد وندوزو ان شاء الله للمرحله المواليه. شوفوا معايا الكيك كيجي اسفنجي ومحمر، ما كياخذش لكم بزاف ديال الوقت في الفران، مثلا 10 دقائق ولا 8 هكا كيطيب دغيا دغيا. وغادي نخليوه جانبا، نسقيوه بالحليب بارد ونخليوه جانبا حتى يبرد. هذه المرحله اختياريه، الا ما بغيتوش تسقيوه ما كتسقيوهش، كتخليوه هكاك بلا ما تسقيوه حيت كيجي اسفنجي وكيجي رطب. هنا عندي 200 ملي ديال القشده الطريه، غادي نطربها حتى كتطلع هاديه، ما ضفت ليها لا سكر لا فاني لا حتى حاجه، حيت هولالا كتكون حلوه. هولالا اللي كنستعمل هي اللي كنلقى. هاد المرحله غادي نضيف 4 المعالق ديال الكريمه ديال البرتقال اللي صايبت معكم حتى كتبرد. اكيد الا ضفتوها وهي سخونه غادي تطيح لكم الكريمه وما غتبقاش صالحه لكم. المهم حتى كتبرد الكريمه ديال البرتقال عاد كتضيفوها على القشده الطريه ملي كتطلعوها بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. المهم غادي نضيفها دابا فوق الكيك ديالي، غادي نليسيها فوق الكيك ديالي وغادي نكملوا ان شاء الله المرحله الجايه. الكريمه كتجي متماسكه وفيها النسمه د البرتقال من اروع ما يكون. كنتمنى ان شاء الله تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. زوينه بزاف المذاق ديالها، كيك اسفنجي رائع. كنتمنى تجربوها وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو القناه ديالي مع الناس اللي كتعرفوا، فضلا منكم وليس امرا. وكنتمنى ان شاء الله المحتوى ديالي ينال الاعجاب ديالكم. هنا في هذه المرحله ملي كنسالي كنمسح الجوانب ديال المول ديالي وغادي نصب فوق منها الكريمه ديال البرتقال ملي حتى كتبرد. للاشاره حتى كتبرد، الا درتوها سخونه ما درتو والو. المهم حتى كتبرد عاد كتضيفوها فوق الكريمه اللي طلعنا بهذا الشكل. كتحركوا هكا غير القلب ديالكم، كتديوه تجيبوه هكا باش كتوزع بشكل متساوي بلا ما ديروا المعلقه بلا حتى حاجه. كتجي الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا، الكيك اسفنجي. الكريمه القشده الطريه كتجي متماسكه وزوينه، والكريمه ديال البرتقال بعد ما كتبرد واحد ساعتين في الثلاجه كتجي من اروع ما يكون. كنتمنى ان شاء الله غير تجربوها وان شاء الله غادي تعرفوني علاش كنهضر. سهله بزاف وكتوجد دغيا دغيا وفي نفس الوقت المذاق ديالها رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه حتى لهاد الدقيقه. خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، نهاركم مبروك، الى اللقاء.